السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مره اخرى في مارشين دياليس حسين. بغيت قبل ما نبدا الوصفه ديال اليوم نشكر البنات اللي كيدعموني بارائهم واقتراحاتهم اللي كتجذب القناه ديالنا لقدام، وفي نفس الوقت نرحب بالمشتركين الجدد في القناه ديالنا ونقول لهم مرحبا بكم مره اخرى. بجوج وصفات يقدروا يكونوا اما الغداء ولا العشاء، ساهلين بزاف في التحضير ديالهم، ما كيشدوش لنا نهائيا الوقت باش يوجدوا، والمكونات ديالهم بسيطه بزاف وفي نفس الوقت كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. الا كنتوا باغيين المقادير وطريقه تاع التحضير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. على بركه الله غنبدا اول حاجه نشحر لي كوز دو بولي ديالنا. كما كتشوفوا معايا درت تقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه. غادي نضيف ليهم الفخيضات ديال الدجاج، غادي ندير معاهم 3 فصوص ديال الثومه اللي حكيت في حكاكه رقيقه، 10 ديال ازير، غندير تقريبا معلقه كبيره ديال الزعتر الناشف. الا كان عندكم زعتر طري من الاحسن، انا ما كانش عندي دونك درت الزعتر ناشف. تقدروا ديروا الا بغيتوا حتى الزعتر اون بودغ يعني مطحون، ولكن من الاحسن خلوه هكا باش يبان لينا في لاصوص ديالنا. غادي نضيف شويه ديال الملحه ماشي بزاف، حيت غادي نضيفها من بعد في لاصوص. غادي نخلي لي كويز ديالنا يتشحروا مزيان ونعاود نرجع لكم من بعد. من بعد ما تشحروا الفخيضات ديال الدجاج غادي نحيدهم دابا باش نوجد لاصوص ديالنا. من بعد ما حيت الفخيطات ديال الدجاج ديالنا في نفس المقله غادي ندير 2 حبات كبار ديال المطيشه اللي حكيتهم. غادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال الزيت البلديه. ما نكثرش الزيت حيت ديجا انا دايره الزيت في المقله ديالنا. نص معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الملحه. كما شفتوا قبل راني دايره الملحه مع لي كويس ديالنا، دونك غادي ندير غير شويه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال البصله اون بودغ. الا ما كانش عندكم البصله اون بودغ يمكن لكم تعوضوها بالبصله عاديه، تحكوها وتضيفوها لاصوص ديالكم. من بعد ما خليت لاصوص ديالنا تشحر 5 ديال الدقائق غادي نضيف ليها دابا فخيضه ديال الدجاج اللي كنت شحرت من قبل. غادي ندير معاهم نص فلفله خضراء ونص فلفله صفراء اللي كنت شويت من قبل وقطعت. الفلفله كتبقى اختياريه الا بغيتو ديروها. غادي نمرق لاصوص ديالنا بكاس صغير ديال الماء. غادي نقص البوطه مزيان على المقله ديالنا ونغطيها ونخلي لي كويس ديالنا يطيبوا على خاطرهم ما بين 25 دقيقه حتى نص ساعه ونرجع لكم من بعد. من بعد ما دازت نص ساعه كما كتشوفوا معايا الخيطات ديال الدجاج ديالنا هما طابوا وحتى لاصوص ديالنا اختارت. حتى لهنا نقدروا نقولوا بان هذا الطبق 100% ايطالي. نزيدو غير شويه ديال جبنه الموتزاريلا وها هو واجد. انا درته بلمسه مغربيه، ضفت ليه البيض، درت فخيضات ديال الدجاج بمطيشه والبيض كيجي لذيذ بزاف. غادي تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. غادي نخلي البيض ديالنا باش يطيب، نغطي عليه المقله ولا القميله ونقص عليه البوطه ونرجع لكم من بعد. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طاب البيض صافي طفيت البوطه على لي كويس ديالنا. درت فوق منهم شويه ديال الربيع طري، وهالاكله ديالنا واجده كتجي لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. ندوزو دابا باش نوجدوا الاقتراح الثاني. هذا الاقتراح سهل بزاف، سهل من الاقتراح الاول، ما فيش لي زيطاب بزاف. غادي نحتاجو فيه الكويس ديال البولي. انا درت هنا كيلو ديال الفخيضات ديال الدجاج، وانتم على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. غادي نحتاجو معاهم الكيلو ديال البطاطا اللي قطعت دوائر، معلقه صغيره ديال البصله اون بودغ، نص معلقه صغيره ديال الحبق اون بودغ،
معلقه صغيره ديال الموطغد الونسيان. هاد الموطغد كيكونوا فيها لي غران. كما يمكن لكم انكم ديروا الموطغد عاديه. عندنا الملحه اللي كتبقى على حساب الذوق، نص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الزعتر اون بودر، وجوج معالق كبار ديال الزيت البلديه. بالنسبه للكويس ديال البولي انا رقدتهم في شويه ديال الحامض وسكينجبر طري وغسلتهم من بعد. تصورتش ليا لابارتي اللي كتكندير فيها التوابل الكويس ديالنا. درت فيهم معلقه صغيره ديال الموطغد، معلقه صغيره ديال البصله اون بودر، نص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الزعتر اون بودر، معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، والملحه انا درت تقريبا هنا معلقه صغيره ديال الملحه، حيت هاد التوابل هما اللي غادي نديرو حتى البطاطا ديالنا. تشوفوا معايا خديت ان بلا غراطا، غادي ندهنو بمعلقه كبيره ديال الزيت البلديه. غادي ندير فيه بطاطا، نقاد فيه بطاطا ما غندير فيها حتى التوابل اللي عندنا اللي في الكويس هما اللي غينسموا لنا بطاطا. هاد لو بلا هو بسيط بزاف ولكن كيجي في نفس الوقت لذيذ بزاف. غادي تجربوا ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. غادي نقاد بطاطا وندير فوق منها الفخيطات ديال الدجاج ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا القامه اللي بقات ليا في الفون ديال الزلافه ديالي، غادي ندير فيها جوج معالق كبار ديال الماء، ما تفوتوش جوج معالق كبار ديال الماء، حيت لو بلا ديالنا من بعد ما نغطيوه كيطلق لينا الماء باش ما يجيش لينا باسل. غادي ندير هاد القامه من الفوق بطاطا. غادي نغطي دابا لو بلا غراتان بالبابي سيلفوريزي وندير فوق منه البابي الومنيوم. كما شفتوا معايا انا درت جوج معالق كبار ديال الماء، ما مرقتش نهائيا لو بلا ديالنا، حيت ملي غادي ندخلو الفران هو غادي يطلق الماء، دونك ما تخافوش. غادي نشعل عليه الفران من الفوق ومن التحت على درجه حراره عاليه يعني 260. نخليه تقريبا 40 دقيقه ونرجع لكم من بعد. من بعد ما دازت 40 دقيقه خرجت البلا ديالنا من الفران. كيف ما غادي تشوفوا معايا لي كويس ديالنا وبطاطا راهما واجدين. كيف ما قلت لكم من قبل ما نحتاجوش اننا نمرقوا لو بلا ديالنا، حيت هو كيطلق الماء اللي كيكون فيه. كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نرجعوه دابا بلا ما نغطيه باش يتشرب لينا البلو اللي فيه ويتحمر شويه ونرجع لكم من بعد. من بعد ما تحمروا لي كويسو بطاطا ديالنا خرجتهم من الفران. غادي ندير فوقهم شويه ديال الفرomاج غوج اللي كيبقى اختياري الا بغيتو ديروه، ونعاود حتى نرجعهم للفران غير باش يذوب لنا الفرomاج. لو بلا ديالنا من بعد غيكون واجد. هاد لو بلا السر ديال اللذه ديالو في البساطه ديالو. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه. نتمنى ان الاقتراحات ديال اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم بطبيعه الحال لكم وليداتكم. الا عجبكم هاد جوج اقتراحات ديروا جيم لا فيديو واشتركوا في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش فيها، وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ونقول لكم دابا الى فيديو قادم وصفه جديده ان شاء الله.